اكتمل ال 16 فريق المتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، والبطولة السنة دي هتبقى بطولة نارية لأن في بطولة تانية إضافية وهي السوبر ليج، وده اللي هيخلي اللي يخسر في البطولة دي يعوض في البطولة التانية، فالمباريات هتبقى صعبة. تعالى كده نشوف مين الفرق اللي اتأهلت ومين هيبقى في التصنيف الأول والتاني والتالت والرابع. في التصنيف الأول هيبقى موجود الأهلي المصري والوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي. أما في التصنيف التاني هيبقى موجود بيراميدز المصري وبيترو اتلتيكو الانجولي وسيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري. وفي التصنيف الثالث مازيمبي الكونغولي واسيك ميموزا الايفواري والهلال السوداني ويانج افريكانز التنزاني. اما في التصنيف الرابع بقى فحاطين فيه النجم الساحلي التونسي اللي فاز على فريق صعب زي الجيش الملكي وجالاكسي البوتسواني وميتياما الغاني وفريق نوازيبو الموريتاني. هقول لك شويه ملاحظات كده عن الفرق المشاركه علشان ما تتخدعش في اي فريق. عموما اقوى فريقين في البطوله الاهلي وصن داونز، دول اقوى فرقتين في البطوله بدون منازع، يعني دول حطهم في ليفل تاني خالص. بيجي بعدهم بقى نادي الوداد اللي مش بنفس مستواهم. اما الترجي فانا بقول لك بنسبه تتخطى ال 80% هيخرج من دور المجموعات لو وقع في مجموعه صعبه شويه، وسجل الكلام ده كله عندك. شايف بقى ان في التصنيف التاني هيبقى صعب قوي، هيبقى موجود في نادي بيراميدز وشباب بلوزداد. الاتنين دول هيبقى ماتشاتهم صعبه قوي، وبالتحديد لانهم من شمال افريقيا، ومعروفه ان لو فرقتين من شمال افريقيا بيلعبوا بعض المكسب بيبقى 50-50، حتى لو في فرقة تانية متفوقة على فرقة في الأسماء بيكون برضو الماتش صعب، وشفنا ده أكيد مع النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي. أما بقى بالنسبة لبيترو أتلتيكو وسيمبا فبيترو أتلتيكو بيلعب كرة حديثة دلوقتي، واتكلمت عنه كتير في قرعة السوبر ليج. فريق دعم بصفقات برازيلية وبرتغالية، نص الفريق عنده من البرتغال، علشان كده ماتشهم هيبقى صعب. هو مستوى اللعيبة بتاعتهم اللي جابوهم من السوبر بس مش هتفوز عليهم سهل وهيتعبوك في المباراة. وسيمبا كمان برضو دعم بصفقات كويسة قوي الموسم ده علشان بطولة السوبر ليج اللي عاوز يعمل فيها حاجة، وجاب لعيبة من جنوب افريقيا والمغرب علشان يقدر يعمل حاجة في البطولة. فسيمبا برضو فريق مش سهل. في التصنيف التالت بقى مش شايف ان في فريق مرعب، حتى مازيمبي بقى فريق اقل من المتوسط، مش ده مازيمبي خالص اللي شفناه بتاع 2016 و2015. الهلال السوداني كمان فريق تحت المتوسط، بس ماتشاتهم بتبقى صعبة علشان الاجواء اللي بيعملوها قبل كل ماتش، وبالتحديد مع النادي الاهلي. اما باقي الفرق اللي في التصنيف ده فعادية خالص. في التصنيف الرابع بقى في فريق كبير قوي هو النجم الرياضي الساحلي التونسي. هو مش ده النجم الساحلي بتاع زمان، بس عندهم لعيبة كويسة قوي، وكمان واخد الدوري التونسي الموسم الماضي، يعني مش فريق سهل. هو محطوط في التصنيف الرابع، بس انا بقول لك ان النجم الساحلي سهل قوي يصعد من اي مجموعة يتحط فيها. بصراحة شايف ان المجموعة اللي هتبقى فيها النجم الساحلي مجموعة هتبقى تقيلة، لانهم تصنيف رابع فمتصنف على انه فرقة صغيرة، وده طبعا مش حقيقي خالص. اما باقي الفرق بصراحة ما سمعتش عنها، فرق لسه جديدة تقدر انك تكسبها على حسب ظروفك انت في المباراة. القرعة هتبقى يوم الجمعة الجاية 6 اكتوبر الساعة 2 في جنوب افريقيا. واخيرا بقى تعالى كده نشوف اسوأ سيناريو للاهلي واحسن سيناريو للاهلي. هو عموما الاهلي ما يتخافش عليه من اي فريق، بس انا بتكلم علشان ضغط المباريات اللي هيبقى موجود علينا الموسم ده، فاتمنى مجموعة ضعيفة للاهلي عشان نريح لاعيبتنا شوية. يعني لو هنختار احنا المجموعة بنفسنا اتمنى يجي معانا من التصنيف التاني سيمبا، يعتبر اضعف فريق في التصنيف التاني، ومن التصنيف التالت اسيك ميموزا، ومن التصنيف الاخير اي فريق ما عدا النجم الساحلي. اما اسوأ سيناريو للاهلي بقى فهيكون مثلا فرقه زي شباب بلوزداد، بما ان ما ينفعش يكون بيراميدز معاك في نفس المجموعه لان اللائحه بتقول كده، ما ينفعش فريقين من نفس الدوله في نفس المجموعه. ومن التصنيف التالت ممكن يقع مثلا معاك نادي الهلال، وزي ما قلت لك مش عشان هو فريق قوي، علشان بس الاجواء اللي بيعملها قبل كل مباراه في ماتش الهلال بيبقى صعب. وفي التصنيف الاخير بقى يقع معاك مثلا فرقه زي النجم الساحلي. يعني اسوأ مجموعه للاهلي شباب بلوزداد والهلال والنجم الساحلي، فعلا هتبقى مجموعه صعبه على النادي الاهلي. وافضل مجموعه زي ما قلت لك سيمبا واسيك ميموزا، ومثلا فريق زي جالاكسي البوتسواني. وباذن الله سواء كده او كده الاهلي يكون بطل للمره ال 12 في تاريخه. وبكده يكون الفيديو خلص. يا ريت تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الاشعارات. واهم حاجه بقى وسيبك من ده كله، اهم حاجه تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام وتوحد الله. اشوفكم على خير، سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.